ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. شهدت الطريق الوطني ضواحي مدينة أكادير حادثة خطيرة أثارت موجة من القلق والتفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما تعرض سائحان أجنبيان من جنسية إيطالية لهجوم مفاجئ بالحجارة. ووفق ما أظهره فيديو تم تداوله على نطاق واسع، فإن سائحا إيطاليا وثق لحظات مرعبة عاشها رفقة صديقه أثناء مرورهما على متن سيارة بالقرب من قصبة أكادير أوفلا، حيث أقدم شخص يشتبه في كونه يعاني من اضطرابات عقلية على رشق سيارتهما بالحجارة بشكل عنيف. الهجوم تسبب في تهشيم زجاج السيارة، حيث اخترقت حجر الزجاج ودخلت إلى داخل المركبة في مشهد خطير كاد أن يودي إلى كارثة حقيقية، خاصة وأن السائح أكد أنه سنتيمترات قليلة فقط كانت تفصلهم عن إصابة قاتلة. ورغم خطورة الحادث فقد نجا السائحان من الموت بأعجوبة، حيث أصيب أحدهما إصابة خفيفة، بينما تمكن السائق من توقيف السيارة تفاديا لمضاعفات أكثر خطورة. وفي موقف يعكس روح التضامن تدخل عدد من المواطنين المغاربة الذين كانوا بالقرب من مكان الحادث، حيث سارعوا إلى السيطرة على الشخص المعني ومنعوه من الاستمرار في سلوكه العدواني، في مشهد لقي إشادة واسعة من طرف رواد مواقع التواصل الاجتماعي. وقد عبر العديد من النشطاء عن تضامنهم مع السائحين، متمنين لهم السلامة ومؤكدين في الوقت نفسه على أهمية تعزيز الأمن في المناطق السياحية وحماية صورة المغرب كوجهة آمنة تستقطب الزوار من مختلف أنحاء العالم. وإلى حدود الساعة لم يصدر أي بلاغ رسمي من الجهات المختصة يوضح ملابسات هذه الواقعة أو الإجراءات التي تم اتخاذها في حق المعني بالأمر. وتبقى هذه الحادثة تذكيرا بأهمية اليقظة وتعزيز السلامة، خاصة في المناطق التي تعرف توافد السياح، بما يضمن الحفاظ على الأرواح وصورة البلاد.